الأنثى خصوصا في الروابط العاطفية ما كتشبتش بالراحة المطلقة في العلاقة، ديما كتحتاج لتجديد الولاء باش تعرف راسها واش جزء من الإحساس ديال الراجل ولا غير جزء من الأساس المنزلي ديالو. شي حاجة دافينة في الداخل ديالها ديما كتخلي راسها يقول لها إلا بقينا هانيين على طول راه شي حاجة انورمال. اللاوعي ديالها كيشكك في الراحة اللي بلا تحديات، وكتخلق بلا وعي واحد البلبالة هادئة بحال شي طقس رمزي. هاد الطقس كطرح من خلاله الأسئلة اللي ما كتقالش ولكن كتدور في بالها، بحال واش مازال كيبغيني، واش غيبقى معايا الا شاف وجه الخير، واش قادر يتحمل ويحل معايا المشاكل، واش كيعرف يحتوي اللحظات الصعيبة ولا تا هو هش كتر مني. هاد المطارق النفسية كلها هي اللي كتدفعها دير تصرفات غريبة بلا سبب واضح، كترجع باردة معاك ولكن ماشي مقاطعة، باش تبقى كتشوف وكتراقب واش غادي تزيد تبعد ولا غادي تعصب حتى انت وتحتوي البلبالة بالهايلالا. هذا في هاد المرحلة اول حاجة خاصك تكون واعي بها هي اضطراب الانثوي في العلاقات غالبا ما كيكونش منطقي، ماشي مشكل كيطالب بحل ولكن علامة ولاء كتلتمس طمأنة ولو غير بصمت واعي تتفش، لأن الحل ماشي في البلبالة وماشي في التحقيق وماشي في الاستفسار. الحل الحقيقي هو أنك تحتضن داك الارتباك وتسمح ليه يكون، ماشي باش تكبرو ولكن باش توري للحب أنك قد المسؤولية حتى في وسط الضبابة والعجاج. والحب هنا كيعجبو الحال حيت كيشوفك ثابت معاه واخا الطقس كيتقلم مرة. وهادشي عادي، والبلبالة في الحب جاري بها الأعمال، وبالنسبة للعلاقة هي شهادة حياة، غير مجرد ارتباك صغير إلا تعاملتي معاه بذكاء كيولي أكبر إثبات على عمق الروابط بلا ما تعقد عليك الأمور. تكفي تعرف تقرا غير الإشارات العاطفية اللي كتطلب منك حضور ماشي حل. هاد الطقس بصح غامض ولكن كيبقى صادق، ماشي غرض هو افتعال المشاكل ولكن غير كيلتمس تجديد الولاء بنداء صامت، ما باغيه لا يتسمع ولا يتحس، باغيه فقط يتفهم.